روبوت اطفاء الحرائق، فاير فايرنج روبوت. هذا المشروع هو عبارة عن روبوت بعدة محاور وبقبضة روبوتية. هذا المشروع يساعد في خطوط الإنتاج المؤتمتة. هذا المشروع هو مشروع براد عن طريق الطاقة الشمسية. مشروع جدا بسيط، ولكن فعاليته بالمنطقة فعالة، وخاصة بالمناطق النائية. في مواد كيميائية ما نقدر، الإنسان ما يقدر يمد إيده عليها. تمام، فنحن عن طريق هذا الذراع قادرين أنه نتحكم فيه. حاضنة استنبات ذكي، أو بما يسمى أساليب الري الحديث. هلا بالنسبة لهي تتألف من عدة أجهزة تحكم، أو من عدة برمجيات. بالنسبة أول شيء عنا برمجية حساس رطوبة التربة. هلا هون الحساس يتألف من 100 للألف. بعد 400 الحساس بيعتبر انه الرطوبة جافة، فبيشغل مضخة المي وبيضخ المي للنبات او للبذار المزروعة. ننتقل بعدين لحساس رطوبة الجو المحيط بالنباتات، وبالإضافة لدرجة حرارة الجو المحيط بالبيت البلاستيكي. هون عندي درجة الحرارة لازم لا تتجاوز 26 ولا تنقص عن 16. عندي كمان أحيانا في نباتات تحتاج لعملية تركيب ضوئي لمدة 24 ساعة. أضفنا إلى حساس أشعة الشمس، بس ما عاد يشوف الحساس إنارة أو ضوء الشمس، فورا نحن بنشغل الإنارة الداخلية للبيت البلاستيكي. بالإضافة أنه أنا إذا بدي راقب الداتا شيت تبعي، عندي شاشة كريستال. هالمشروع كله قمنا فيه بمتحكمات بسيطة، مثل متحكم أردوينو، وحساس بي اتش 22، وحساس رطوبة التربة. هلا تطبيقه هلا عم نشتغل على هالموضوع، وكمان معرض التكنولوجيا اتاح لنا فرصه للطلاب انه في شركات وفي اشخاص حبوا الفكره وحابين يطبقوها على ارض الواقع. هاي عمرها شهر ونص.